السلام عليكم. اليوم حبيت نشارككم كراتان في الفرن درتو بالكوسه والبطاطا، وصدقوني خرج بنين بزاف. وصفه سهله ومكوناتها بسيطه وتصلح للغدا ولا العشاء. نبدا نطيب باللحم المفروم على نار هاديه، زدت له نصف بصله، ملح، فلفل اسود، راس الحانوت وثوم. قليته مليح، من بعد مرقته بماء سخون وخليته يطيب على راحته. قطعت البطاطا دوائر، ملحتها وقليتها. قشرت الكوسة بهذه الطريقة وقطعتها حتى هي دوائر، ملحتها وقليتها. درت بيشاميل بسيطة اللي هي ملعقة كبيرة مارغرين، زدت عليه 2 ملاعق كبار فرينة قليتهم، وزدت 2 كيسان حليب. نحرك هنا حتى تذوب الفرينة، ونزيد ملح، فلفل اسود، وراس الحانوت، وفي الاخير زدت فرماج طري. وخليتها غير تعقد شويه، طفيت عليها، يعني في هذا الكراتان نخليها ميها. في المول تاع الفرن بديت بالبيشاميل، ومن بعد فرشت البطاطا، وغطيتها بالبيشاميل. وهنا زدت الكوسه. وفي الاخير خلطت باقي البيشاميل مع اللحم وحطيته كطبقه اخيره. ومن الفوق درسلو فرماج مرحي. دخلته للفرن حتى تحمر. شوفوا النتيجة. سجلوها لرمضان ان شاء الله، واذا حرتوا واش ديروا العشاء راهي مثالية. بنين وخفيف. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وسبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.